ينتصر منتخب جنوب افريقيا مسكين الكره بشكل رائع في بدايه هذه المباراه، ثم الانطلاقه على الجهه اليمنى كيكانا والعرضيه خطيره داخل منطقه الجزاء. يا لها من تسديده قويه جدا الى ابراهيمي، وجد المساحه خطيره عندما ياتي من بعيد، وصلت على الجهه اليسرى محمد امين عموره، تسديده خطيره يا بغداد. اوه يا بنجاح، لعبت دورا مدافع في هذه الكره، بينما تحضير بخارج القدم محمد امين عمور اراد ان يباغت الحارس ويليام بشكل رائع، يغطي الكره ياسين، هذا المكسب، تمريره بينيه خطيره. ضاعت واحده من الفرص السانحه للمنتخب الوطني الجزائري، لكن يا سلام على ياسين وماذا يفعله ياسين. ركزوا جيدا في ياسين، التمريره البينيه باتجاه بنزيه، فرصه وامكانيه، التسديده. صفر للمنتخب الوطني الجزائري. في منتصف الميدان ضاعت هذه الكرة، حذاري ياسين لمصلحة العناصر الجنوب افريقية، التحضير على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل. هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب افريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة والكفة. التمريرات القصيرة الجنوب افريقية دائما، تيو ماكوانا على الجهة اليمنى، الانطلاقة السريعة لتيمبا زوالي، حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية. في منتهى Pour ce qui est de Yassine Brahimi, أكيد ما نجمش نقول بلك عنده مستقبل ولا ما عنده مستقبل مع المنتخب، لا. ولكن في هذا الوقت راني حاب نشوف لاعبين آخرين. كي ياسين بن زياد، وي، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. سي بون. السؤال الثاني كانت صارت ربما مشاكل لا ولا شيء، من فضلك ماشي دائما نقولوا صارت مع اسلام، خلينا في كرة القدم وخلينا في اللعبة هذه. Ça c'est des choses du vestiaire, c'est des choses de trucs, ça arrive, mais ça vous faites des émissions et des émissions, dire-toi مع اسلام سليماني on s'en sort plus. نزيدوا باغي ديروا encore comme des émissions sur ça. Rien, ça arrive, il خرج, il était pas content, j'étais pas content, هذا مكان. Donc déjà خلينا من هذيك la question. Justement, Yassine, which can exactement le problème avec le coach Madi explique. Il n'y a aucun problème. La seule chose que j'ai à dire, comme j'ai dit, alhamdoulilah, je suis content d'être là aujourd'hui. Et voilà, je suis motivé, c'est tout. Allez, barakallah. فعلا سنرى وسنتابع تغييرات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. كرة ياسين دار به بشكل رائع، ربح المساحة ياسين، عرضية رائعة، كانت أرضية على مستوى منطقة الجزاء. هذه فرصة بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك، في الشباك، في الشباك. الغزال الأسمر يعود لمعانقة الشباك من جديد. كرة على الجهة اليمنى، جنوب افريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث. والهدف الثالث للمنتخب الجنوب افريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى، وبالتالي أعتقد بأن الهدف صحيح للأمانة بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا في هذه الكرة الماضية.
غازية نتفاهموا زين انت متيري على جمال بالعلم متيري على جمال بنزية من الناس اللي قذفت جمال راه لهنايا راه يلعب في الهند واقيلا ولا في بنغلاديش الله يسهل سي بون. والانطلاقه تاتينا من قندوسي، تمريره بينيه باتجاه بكرار، منصف بكرار يحاول المرور بالشكل رائع، بكرار بن سيارة من الاهداف التي لا تحدث كل يوم. على الجهه اليسرى مهاري حاج موسى، يساري خطيره مرة بكرار، انطلق الخطير، هي يا بكرار، هي بكرار، هي توري تمريرة بينية، هي في الشباك، لا 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 ضاعت حتى هذه الكرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا اللحظة، يعلن حكم المباراة التونسي أمير نصيف نهاية المباراة.